صباح الخير خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله راني في نعمه. ان شاء الله تلقاكم هذه النوفيل فيديو بالصحه والهنا. شوفوا خيتكم الصباح بكرت ما خلاتنيش الشمس نرقد نهائيا. نصت كما راكم تشوفوا الطاقه تاع شومبرتي لهنايا. شوفوا لهنا كانت 7 تاع الصباح يدخل الضوء، تدخل الضوء تاع الشمس كانما راهي 10 ولا 11. السمع عليك وعلى المنوض وعلى الشطاره. بصح الابن تاعي كان مازال راقد. ايا خممت كيفاش ندير ايا نوض جبت النوض قلت غير كوفرطه تاعو اللي تسلكني. كنت درت هكا الكوفرطه على الزداج وبالله حتى تلقاه هكا باه تندار له شويه ظلمه ويقدر يرقد. وراني نخمم ثما نشوف لها حل، بما انه راه الصيف وعلى بالي هذه الفتره تاع الصيف كامل ذو 3 شهور ولا هذو 4 شهور الباقي، ذو 4 شهور الباقيين تاع الصيف. على بالي بلي الشمس تبدا تطلع بكري، وهو انا نبغي في الحق الذري نبغيه يرقد الصباح. باكي تنوضي تقضي شغالاتك في غرضك. ولا هنا خيتكم راحت للكوزينه. هيا كانت الام تاعي كانت مرونه هذيك، كما احنا نقولها الحرشه كانت مرونتها. هيا قلت نبدا بها هي، نبدا بها نخبزها. نسقهوة في غرضي مادام وليدي راقد. كيما يقول لك اصلا هذاك الوقت الصباحي اللي انا نقعد فيه بيني وبين نفسي، والفنجان تاع القهوه تاعي برك فوق الطابله. احنا برك كيما يقول لك بلا حس بلا ضجيج بلا اي انسان. هذاك يجيني افضل وقت، وعندي هذاك انا وقت مميز باه نراجع فيه حساباتي، نراجع فيه افكاري، نراجع فيه اخطائي، نخطط للمستقبل مع العلم ان المستقبل بيد الله. مهم فيه مراجعة النفسي. نبغي يكون عندي حوار بيني وبين نفسي. لهنا نخبز في الخبزة، كنت خبزت في الخبزة الأولى ونطيب فيها. لهنا خيتكم راهي تخبز. والله يا البنات الحاشة تاع القمح والفارينة أروع ما يكون، أفضل من الحاشة تاع الفارينة، أفضل من الحاشة تاع السميد تاع السميمدة. ولهنا بديت نثقف فيها كبا يدخل الطياب. البنات ما نكتبش عليكم، أنا هذه الطريقة والله ضعيطة ملي كنت صغيرة كنت نحسبها كأنه شغلت هذه تاع تقبي كسرة بالفرشيطة. كانت تبان لي حاجة عادية كشغل يديروها، ما كنتش عارفة باللي عندها معنى. ولكن هي مع الوقت عرفت باللي عندها معنى، انها باه تطيب الكسرة تاعك من الداخل. هذاك الثقابي يعاونوا الكسرة كي شغل نديروا ثقابي بالفرشيطة ونرموها، ومن بعد ما نقلبوها نعاودوا نديروا ثقابي واحد اخرين. وهي كيما يقول لك ما كاش حاجة تجي هكا هباء منثورة على جال باه تطيب لك الكسرة مليحة. ولكن انا والله كنت حاسبتها غير كي شغل تعفسه ولا هكا للتزيين ولا يديروها. ولنا بعد ما كنت شربت القهوه تاعي الله الله والحمد لله يا ربي. خرجت لهنا باه نطلع الانرجي تاعي، الطاقه النفسيه، هذيك الطاقه الجسديه، ولهنا باه نطلع الطاقه النفسيه تاعي باه نتلاقى بهذا النهار جديد، فرصه جديده، حياه جديده، نقطه تغيير جديده، فرصه لنا. ونتفكر قال لك ناس زمان اللي يهدر معاك بالبارد غطيه مليح بسكاتك، والدقلة على مطر غطيها، وبنتك على السترة ربيها، ونفسك على القناعة وصيها، وقيمتك للذل لا تخليها. وقالوا ناس زمان كلام العيب ولا جرح القريب، اللي ما فيه خير لأهله ما فيه الخير للغريب. وقالوا ناس زمان كاين اللي على الخير يشقى، وكاين اللي كي تطيح بيك يستشفى، وكاين اللي في نص الطريق يبيعك بلا شفقة، وكاين اللي يمشي معاك حتى بالحفا والفاهم يفهم. هي خياتي اللي هنا كنت انتقلت معكم للفطور. الفطور تاعي اليوم كان الروز. درت الروز في الكوشه كما راكم تشوفوا باينه. الطريقه تاعي انايا عندي ندير في الكوكوطه المرقه، وفي جهه واحده اخرى نكون ندير الروز يطيب في الماء، بين الروز يطيب في الماء والملح والزيت. ولهنايا كنت درت المرقه بلي زابا، المقنزات والكبادي وكامل. لهنايا الرز كان طابلي، المرقه كنت دايره فيها رز، كنت دايره استغفر الله يا ربي، كنت دايره فيها بصل مربي، طوماطيش، زروديه، قراوص، فلق ثوم. وكنت درت هذيك الكبده، كنت قليت مليح مليح، مرقت، بلعت عليها لا كوكوط. بعد ما كان طابلي الرز تاعي كنت خلط لنا
كنت خليت المرقه باسكو الروز تاع الكوشه نورمالمون ما يكونش ناشف. كنت خليت المرقه لهنايا وعاودت درتو في الكوشه، رحت حطيته في الكوشه وخليت نقصت لها وخليته هكا باش نتلاقى مع فطوري ديريكت. ولا هنايا رحت نسيق للدار، تفحفيحه للدار كما يقول لك، رفدنا كامل هذاك القش وسيقنا النشاط والحيويه. انا دائما نقول لكم الفيديوهات التوعي برعايه النشاط والحيويه والتحفيز والطاقه الايجابيه والتغيير الى الامام. الحمد لله يا ربي نقينا الدار يا رب، محلا نقلو كان يبقى، اللهم ادمها نعمه علينا من الزوال، ادمها علينا نعمة يا ربي. ولانها بعد ما كنت نحيت هذاك الرز كنت وراه ديراكتومون درت لاصوب كنت درتها باسكو كانت واحد الزروديه عاصيه عاصيه عاصيه، هيا قلت نرميها في طريقي، كنت درتها لاصوب وبلعت عليها في الكوكيطه. شوفوا كيما لهنايا كنت ثان بعد ما كملت وسيقت ومسحت الحاله كامل، كنت رحت جبت الحوايج. يا البنات شوفوا هذوك الحوايج كنت غسلتهم البارح، هذوك كنت غسلتهم البارح، ما كنت نحيت هذوك حتى كنت نصيب واحد اخرين قدامي. هذه هي المرأة الجزائرية، نحيت هذوك من السلك نقيين الله يبارك. انا عاودت رجعت كنت مبدله، كنت غير كيما بدلت لوليدي كان شمخهم هذو كانوا مشمخين برك نقيين، وليت نقول سبحان الله المرأة هذا هو سعدها في الدنيا. الا هنا كان طاب لي الروز تاعي جا الله يبارك ما شاء الله. تبقاو على خير.